شيء عظيم الميلاد ده. أنا بحب ربنا الحلو ده، بحب ربنا ده، وما كنتش أتخيل إن ممكن أعبد غيره ولا أمشي مع إله غيره بالمواصفات الحلوة دي، الأبوة، الحنان، الرحمة، القرب من الإنسان. فعلا عظيم هو سر التجسد. الله ظهر في الجسد. ده الإله الحلو، ده الإله الجميل، ده الإله القريب، ده الإله الطيب اللي الواحد يحبه، الإله اللي جرب مننا، اللي جرب منهم. هم مش عارفين يوصلوا لي، أنا أوصل لهم، أنا أنزل لهم، أنا أشبههم في كل شيء ما عدا الخطية. ما يخافونيش، ما يرتعبوش مني، ما يتصورونيش شمس أو نار أو برد أو صقيع أو جبل. ما تخيلونيش كده. البشرية تاهت، وكان لابد أن يعلن الله عن نفسه ويعلن عن ذاته، ولم ينقص منه شيئا. هل يستحيل على الرب شيء؟ ايه اللي ربنا عمله جلل منه؟ ايه اللي ربنا عمله ان هو ينسب لانه خطية؟ انه خد جسد زي جسدنا البشري؟ طب ايه المشكلة في كده؟ انه اكل وشرب ونام وصحي زينا؟ ايه المشكلة في كده؟ تقول ازاي يبقى الاله وينام، وازاي يبقى الاله ويعطش، وازاي يبقى الاله ويجوع، وازاي يبقى الاله ويتحمل؟ ده تدبير فاق العقول، لا يتصور. أيهما أفضل لك أيها الحبيب وأيتها المباركة، أن يكون لك إله قريب تعرفه، دون الذي رأيناه بعيوننا، الذي لمسناه بأيدينا، أم تعبد إله لا تعرف عنه شيئا، هو عبارة عن طلاسم وعبارة عن ألغاز وعبارة 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 وعبارة. نحن نشكرك يا رب على سر عظمتك وعلى سر تجسدك الإلهي. نشكرك يا رب لأنك اقتربت الإنسانية الصغيرة الضعيفة الفقيرة وحولتها إلى إنسانية مكرمة وإنسانية مقدسة، وأصبح الإنسان في صورة جديدة، في صورة مجيدة، في صورة فريدة. يقول لك الكتاب المقدس: من هؤلاء الطائرون كالسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ مين ده؟ ده الإنسان الصغير. إزاي ربنا اداله قوة واداله نعمة واداله بركة واداله من روح القدوس يصبح صورة ربنا ومثاله في البر وفي القداسة.